السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية حلم التين في المنام لابن سيرين. وأكل التين في المنام بيدل على الحمى أو مرض الجسد، لكن رؤية التين ينمو في المنام بيدل على الصحة والأرباح. رؤية التين في منام العزباء بيدل على اقتراب موعد الزواج وبيكون زوجها ثري. والتين بيدل على العائلة المتماسكة بالقيم والمبادئ. أما التين شجرة هي شجرة مباركة بتدل على الرزق الوفير في الرؤية. أكل التين في المنام بيدل على كثرة العيال، وقد تدل رؤية أكل القليل من التين على رزق من غير شبهة أو غش. أما الشيخ النابلسي يقول إن أكل التين رزق يسير، وكل تينة يأكلها الرائي في المنام بتدل على مال. وقد يدل التين في الحلم أيضا على الناس الصالحين وتمام النعمة والسرور. والتين الأسود في وقته جيد في التأويل، والتين الأبيض في المنام أفضل من الأسود. وأكل التين في المنام في غير وقته لا خير فيه، وقد يدل على النزول من المرتبة الأعلى إلى الأدنى وعلى الندامة والهم، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية أكل التين في المنام بيدل على البركة في الصحة، وصناعة مربى التين في الحلم بيدل على التودد إلى الناس. كما بيدل أكل مربى التين في المنام على المديح. أما التين المجفف في الحلم يدل على القيم والأعراف. شراء التين في الحلم بيدل على تكبر الرائي للنصائح. أما بيع التين في المنام فهو إعطاء الحكم. وصمغ التين في الحلم الانتماء والولاء للعائلة. ويدل التين الأخضر في المنام على الرزق، والتين الأسود في الحلم أكثر نفعا. طيب، بيدل رؤية التين في المنام للغني على وفرة الرزق بإذن الله، وكذلك للفقير رزق. والتين في الرؤية للمؤمن رزق مع الستر والمعاصي. ورؤية التين في المنام للسجين بتدل على الأنس والمساواة، وللمريض بتدل على الشفاء بإذن الله. شجرة التين في الحلم بتدل على العائلة المتمسكة بالقيم والمبادئ الصحيحة. شجرة التين شجرة مباركة بتدل على وفرة الرزق بإذن الله. أما قطف التين في الحلم رزق متوقع. أما قطف التين قبل أوانه في الحلم رزق غير متوقع. رؤية زراعة شجرة التين في المنام بتدل على جيل صالح. أما رؤية قلع شجرة التين في المنام هو قطع الأرحام. تفسير ورق التين في الحلم عموما بيدل على الأمر بالمعروف. أما جمع ورق التين في المنام جمع أفراد العائلة. أكل ورق التين في الحلم الاستفادة من الميراث. أما حرق شجرة التين في الحلم بيدل على التمرد على عرف العائلة. تقطيع خشب التين في المنام وتحطيبه بيدل على تحطيم القيم والمبادئ. ومن رأى أنه يعتني بشجر التين في الحلم فإنه بيدل على صلة الأرحام. سقاية شجرة التين في المنام العناية بالأسرة. ده كان حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.